الناس اللي خارجه دابا زعما راه خارجه من اجل حقها، من اجل زعما باش هي تعيش داكشي اللي تبقى لها في عمرها زوين، ولادهم يعيشوا زوين، والدوله غتمشي زوين. راه ما خارجينش الناس من اجل شي حاجه، غير باش نوضحوا، راه خارجين من اجل الصحه وخاص التعليم يتقاد. هاد جوج المطالب اللي كنتقادوا بهم، لان الاسس ديال الدوله هما ثلاثه: الصحه، التعليم، الامن والامان. كاين الامن والامان الحمد لله. حنا كنطالبوا، والناس اللي خرجوا وانا منهم كنطالبوا بهاد جوج مطالب، وباش ان شاء الله تكون شي حكومه اللي ان شاء الله غادا تزيد بالمغرب الامان. بغينا تكون شي حكومه اللي انيك بجهد الله وبالتصويت، ونحاربوا كما دابا واقفين دايرين مظاهرات. هادشي نعاودوا نحاربوا الناس اللي كيشدوا 200 درهم وكيجي كيبدا يتشكى يقول لك مال السبيطار وكمال الطريق ما مقاداش، مال هو راه شاد 400 درهم ولا ما شحال شاد في دارو. حتى هادوك الناس يتحاربوا، ونبقاو نحاربوا هادشي ونعرفوا واش نديروا. اما باش تجي انت مثلا كدير فيديوهات في تيك توك، تبغي دير فيديو زعما باش وتنسى هادشي، حنا راه ما كننساوش، راه مقاومه، راه ما كننساوش. نتوما راه كتنساو، كتبغيو غير فيديو كتبقى توجد تقول اش نقول وكذا. حنا راه لايف، راه غلطنا سيدي موسى كيتسناني راسي ازيرو عاوتاني. انت راه كدير فيديو وتعاود وتهضر، راه المهداوي براسو راه كيدير فيديو ولا غلط في شي حاجه ولا حس بشي حاجه فيها فص كيقطعها. اما حنا راه لايف، باش تجي تقول لي تابع الماتش ولا مع الدوله ما نسمحلكش، ما نسمحش لكش. انا راه براسي انا راه مالني. علاش اخويا انا غنمشي مع الدوله؟ ولا سيروا هادشي قولوا الهضره لشي واحد اخر، سيروا هاد الهضره قولوا لشي واحد اخر. حنا مع الدوله في شي حوايج وضد الدوله في شي حوايج، كأي مواطن في أي دولة عالمية. بغينا الصحة، بغينا التعليم، الأمن والأمان. كاين حوايج زوينين، كاين حوايج خايبين، خاصنا نقادوا الخايبين، ودوك الزوينين ما نركزوش عليهم، راه ما زوينينش بزاف. راه زوينين من واحد الناحية، ولكن نركزوا على داك الشيء اللي خاصنا: الصحة والتعليم. ناخذوا مثل كوريا الشمالية، ناخذوا مثل روسيا، ناخذوا مثلا في الطرقان وفي هادشي ناخذوا اثيوبيا. شوفوا الطرقان اللي ولاو عند اثيوبيا. نبغيو تكون الحكومه اللي باغا تخدم واللي تعتبر داك الشيء زعما راه حب وطن وهوايه، قبل ما تعتبروا باغي يدخلوا صحابهم واسطه وخوتهم وولادهم وبناتهم. ناخذوا هادشي حق ونطلعوا ولاد الشعب بجهد الله. عندنا ملك زوين الله يحفظه لنا والله يشافيه لنا، ولكن الحكومه اللي فيها المشكل. جا بن كيراني يدير علينا في السكيتشات، جا السي عزيز اغنوش ما دار والو، ما دار والو. حنا كشعب ما دار والو، ولكن كنطالبوا حنا زعما بمتطلبات اللي هما زعما نخرجوا سلميين، وداك الشيء راه سلمي، وهذا شباب، وتا دوك الناس يعني دوك رجال الشرطه والدرك الملكي راه شباب، ونتفاهموا ونخرجوا بشي حاجه اللي ايجابيه. بلادنا زوينه، بلادنا زوينه، احسن مناخ، احسن جو، ولكن اخيب حكومات جاو في اخر 10 سنين. يعني لولا زعما كل ما كانتش زعما المغرب كل ما كانش مملكه كارثه كانت طرا. مع الربيع العربي ومع كل ما كانت زعما المغرب مملكه والشرفه زعما حاكمين هاد البلاد كانت كارثه طرا. اذا جا الوقت اللي تجي حكومه اللي تقدر تلبي داكشي اللي باغي سيدنا يشوفوا في الشعب ديالو. هادشي اللي كاين.